في ناس عملت الكيك بالخبز اليابس وتشكرتني كتير عليه. اليوم أولادكم رح يتشكروني على هذا البسكوت. من الخبز اليابس عملنا أطيب بسكوت ومعمول بالعالم كله. مكوناته كتير سهلة واقتصادية وموجودة بكل بيت. هلا بنجيب عنا أي زبدية تكون نظيفة، ما فيها ولا نقطة مي ولا فيها وسخ. بدنا نكسر فيها بيضة بدرجة حرارة الغرفة. بدنا نضيف عليها فوقها 3 ملاعق كبار من السكر. هيك بصير لونه افتح، بصير عندنا هذا الشريط. 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. وهلا بدنا نضيف ملعقة صغيرة من الكاكاو، بدنا ننخلها اجباري كرمال ما تعمل تكتلات معنا تحت. ننخلها الكاكاو. بطل هيك لازم يكون معنا الخليط. بدنا نضيف الخبز المطحون شوي شوي وبدنا نحرك على الهدى، لا بدنا نفوت هواء جديد عليها ولا بدنا نكسر القوام، من تحت لفوق. ولا ننسى نضيف ملعقة صغيرة من النشا، هاي الملعقة صغيرة بتعطيها قرشة. وهلا بنضيف له رشة ملح، ملعقتين صغار من اللبن، هيك بس نضغط عليها تتشكل معنا مثل ما بدنا. جبنا صينية وحطينا فيها ورق زبدة. عندي هذا القالب تبع المعمول بدي اشتغل فيه اليوم. حط لها الفستقة من فوق، هي وهي مشان ما ضيعون. هدول حاشيهم تمر. بعد 14 دقيقة شلناها من الفرن. ليك شكلها محلى ومتماسكة، معنا طفرات، لا متماسكة شكلها حلو. بشرفكم في شيف على السوشيال ميديا كلها بدلعكم مثل ما انا عم دلعكم. بسكوت طيب مو اي بسكوت هات ايدك والحقني. هذا البسكوت انا اذا بنزله على المحلات بعمل ماركة تجارية باسمي.